السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال 12 من كورس How to be an App Developer بالعربي. الفيديو ده احنا عايزين نتعرف على نوعين من الفيو تانيين، نوع اسمه الكامبين فيو ونوع تاني اسمه الكالندر فيو، وكل واحد فيهم بيكون شكله عامل ازاي وازاي ممكن اعمله وايه الهدف منه. يعني طب ما انا عندي التري وعندي الفورم. في البداية بس حبيت أوضح إن أنا عملت اتنين فيو للإنرولمنت وفيو للكورس عشان أبدأ يعني يتعرضوا ليا. طبعا تري وفورم زيهم زي اللي كانوا في الستودنت بالظبط. بدأت أدي أكسس رايت للكورس عشان أبدأ أكسس عليه. بالنسبة لفيديوهات الأكسس رايت والريكورد رول، إن شاء الله يعني إن شاء الله بعد ما أشرح الفاليديشن إن شاء الله هبدأ أشرح السكيورتي يعني، وإزاي ممكن تعمل جروبس بحيث مثلا مش عاوز كل الداتا تظهر لكل الناس، لا ده جروب معين مثلا هو اللي من حقه يشوف داتا معينة، وهكذا. ده ان شاء الله هيكون في فيديوهات السكيورتي. نرجع لموضوعنا. احنا الهدف من الكامبين فيو والكالندر فيو ان هو بيبدأ يديني كويك انفورميشن اباوت الريكورد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مش محتاج، لو دخلنا مثلا عايزين نشوف شكلهم عامل ازاي. طب في البداية مثلا حاجة زي الكامبين مثلا بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون مجموعة من الكاردز كده جنب بعض. ايه الهدف منه هو الكالندر فيو؟ الهدف منه اللي هو بيبدأ يديني كويك انفورميشن. ما انا مش عايز اعرف كل حاجه، لا انا عايز مثلا هنا، مثلا لو دخلنا على اليوزر انا هنا ما عرفتش بس الراجل ده اسمه ماركو ديمو والايميل بتاعه اسمه ديمو، وهو اللغه اللي هو بيستخدمها في اودو الانجليزي وصورته. طب انا عايز ادخل على معلومات اكتر بقى، لا الفورم فيو هو اللي من حقك بقى تعرف منه كل المعلومات. فده الهدف من الكامبين فيو، ده هو بيبدأ يديني معلومات كده سريعة، يعني معلومة سريعة كده بس على على الريكورد. طب ايه الهدف من الكالندر فيو؟ ببساطه الكالندر فيو بيبدا يديني الايفنت اللي هتحصل في اليوم ده. يعني احنا لو فتحنا هنا مثلا لينكس وفتحنا التقويم بتاعها، هنبدا نشوف النهارده مثلا 25 ما فيش ايفنت. نفس القصه برضو هيكون في اودو. الكالندر فيو بيكون نفس القصه، بتكون التقويم وتحتيها بيكون الايفنت اللي هيحصل في اليوم ده او اللي حصل في اليوم ده. طب تمام، عايزين نعملهم بقى، نعملهم ازاي؟ والله احنا هنبدأ نعملهم في الانرولمنت فيو. بحيث انا عايز مثلا اقسم الانرولمنت بتاعتي بناء على الكورس. ان هو مثلا الكورس اللغة العربية مسجل فيه مثلا محمود، والدرجة بتاعته مثلا وليكن مثلا 50. في الكورس اللغة الإنجليزية مسجل أحمد والدرجة بتاعته وليكن 60، وهكذا. فنعمل كده حاجة زي كده ازاي؟ بنفس الطريقة عامة اللي عملنا بيها التري. ناخدها كوبي من فوق لان احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهنغير بس الاي دي، بدل ما هو تري هنخليه كان بين، وبدل ما هنا هنخليها كان بين، وهنا بدل ما هي تري هنخليها كان بين. حلو. هنشيل دي بس عشان. طب تمام، انا بقى عايز اول حاجه. والله مثلا هنا هو لما جه يعمل اليوزر، هو هنا ما كتبليش مثلا هو التقسيمه بناء على ايه. يعني هو المفروض هو مقسمهم بناء على نوع اليوزر. طب التقسيمة بقى، يعني هو أو هنا هو ما حطش أصلا يعني جروبنج باي إيه، هو بدأ بس يعرضهم ككاردز. طب أنا عايز، لا أنا عايز أقسمهم بناء على فيلد معين. في الكامبين ممكن نحط بارامتر اسمه ديفولت جروب باي، اللي هو والله أنا عايز أقسم بناء على بناء على ايه، بناء الفيلد اللي انا عايز اقسم عليه، اللي انا عايز اقسم الريكورد بتاعي هيكون بناء على الكورس اي دي، اللي هو والله كورس اللغه العربيه مسجل فيه كذا، كورس اللغه الانجليزيه مسجل فيه كذا، وهكذا. فالديفولت هتبقى ديفولت جروب باي. وبالمناسبه يعني البارامتر ده اوبشنال، عايز مع حضرتك عايز تحطه او ما تحطوش ما فيهوش مشكله. ديفولت جروب باي ايكوال، والله احنا عايزين نجروب باي ايه؟ احنا عايزين نجروب باي الكورس اي دي. تمام، انت كده عملت الفيو ك يعني كده خلاص. انت بتقول لاودو اعملي لي كامبين فيو. حلو. طب عايزين بقى نبني الشكل بتاعه الخارجي، هنبدأ نعمل ايه؟ والله بتبدأ تعمل حاجة اسمها من تاج اسمه تمبلتس. كده انا خلاص بنيت الشكل الخارجي، يعني انا بنيت كده يعني حاجة زي كده، انا بنيت الشكل ده كله كده. طب حلو، انا عايز بقى ابني الكاردز نفسها من جوه. اعملها ازاي؟ والله هتبقى تاج تي، وبعدين تديله تي نيم، الاسم بتاعه حاجة اسمها كامبين بوكس، اللي هو والله كده انا ببدأ ابني البوكس بقى نفسه. كامبين
داش بوكس. كده انا بنيت البوكس، يعني انا كده المفروض لحد دلوقتي انا عملت الكلام ده وعملت البوكس بس ما حطيتش الداتا جوه. طب عايز احط الداتا، والله بتبدا بقى تكتب جوه HTML عاديه، وليكن مثلا ديفايه كده، ونبدا داخل الديف ممكن ندي مثلا الديف ده كلاس بحيث ان انا اقدر اكسس عليه دايركت حاجه اسمها او اي اندرسكور كان بين اندرسكور جلوبال اندرسكور بوكس، بحيث اقدر اكسس عليه زي اللي هنا بالظبط، اللي انا وانس اللي انا ضغطت عليه اقدر اكسس عليه وابدا اشوف الفورم بتاعته. طب تمام، داخلها بقى ممكن نعمل ايه عادي، ممكن مثلا نحط وليكن مثلا اتش 3 مثلا، ونديها كلاس من البوتستراب مثلا اتش 3 وتكست ميوتد مثلا اتش 3 وتكست ميوتد، بحيث يعني نديها شكل بس مش اكتر. وداخلها ببدا احط الفيلد بتاعتي، احنا مثلا عايزين نعرض ايه، والله احنا عايزين نعرض اسم الطالب، اسم الطالب، وهنعمل واحدة كمان بنعرض فيها الدرجة بتاعته بس، الدرجة بتاعته جريد. تمام تمام. طب عشان اظهر حاجة زي كده هنبدأ نعمل ابجريد، بس في البداية لو انا بدأت اعمل ابجريد دلوقتي هيظهر لي مشكلة. اللي انا هنا المفروض استخدمت الفيو مود. طبعا الفيو مود هو اوبشنال في حالة التري والفورم، بس من بداية الكامبين والكالندر والحاجات دي لا، لازم تضيف بقى، تبدأ تضيف والله اللي احنا عندنا كان بين فيو، وهنبدأ نسيف ونبدأ نرفرش ونبدأ نعمل ابجريد. نبدأ هنا نرفرش، نبدأ ندخل على السكول، هنبدأ ندخل على الانرولمنت. هنبدأ نشوف ان هو خلاص بقى عندنا اهو اللي هو قسمها، والله اللغة او الرياضة مثلا مسجل فيها احمد ودرجته زيرو، والعربي مسجل فيه محمود ودرجته زيرو. طبعا عايزين نضيف بقى، يعني نضيف كولوم جديد من هنا، مثلا هنبدأ نضيف الكورس، ونبدأ تحته مثلا نشوف بقى نضيف ليه الاشخاص اللي سجلوا، ولو هنا مثلا عايز اضيف حد تاني مثلا من هنا برضه. طب تمام. كده ده الكامبين. طبعا الشكل مش افضل حاجه يعني، ده يعني مش هدفي ان انا اظبط شكل، يعني لو يعني ممكن نظبطه بس بعدين لما نتعامل يعني مع الاستاتيك فايل والكلام ده. طب تمام، عايزين نبدا نعمل الكالندر فيو بنفس الطريقه عامه اللي عملنا بيها الكامبين والبتاع. هناخدها مثلا من التري هنا، التري بقى هو الريفرنس بتاعنا غالبا، وهنبست هنا، وهنغير بس هنخليها كالندر، كالندر، كالندر. وهنا نفس القصة برضو هتكون كالندر. وهنا هنبقى كالندر. تمام. الكالندر لا مفيش بقى شكل والكلام من ده، هي زيها زي العاديين، بس فيها حاجة مهمة جدا لازم نضيفها، والحاجة دي بيسموها الديت ستارت. انت عايز الديت بتاعك يبدأ منين؟ يعني انا عايز دلوقتي الايفنت ديت بتكون بتعبر عن ايه؟ انا عايزها والله تكون بتعبر على الانرولمنت ديت، انا عايز اعرف الانرولمنت ديت في اليوم الفلاني حصل ولا لا. فده الديت ستارت. طبعا هي بتحصل هدفها ايه الكالندر؟ لو انا عندي مثلا ايفنت عايز احط له مثلا ستارت وستوب، طبعا في الديت ستارت وفي الديت ستوب، بس اللي احنا هنا هنستفاد منه الديت ستارت بس، اللي انا عايز مثلا التاريخ الفلاني حصل فيه كذا، حصل فيه ايه يعني، مش انا مش مربوط بمده يعني. او لو عايز مثلا، لو انا عايز اعملها مثلا هنا في الانرولمنت، ممكن مثلا احط الانرولمنت ديت والانرولمنت ديدلاين، بحيث مثلا ادي ديدلاين للطلبه ان هو يسجلوا في الفتره يعني عايز اعرف التسجيل مثلا من يوم 25 ليوم 30 يوليو في الديت ده ايه اللي حصل، فممكن اعملها يعني. بس هنا انا كل اللي هعمله بس الديت ستوب او الديت ستارت قصدي، ان انا عايز اشوف مثلا هتعامل بس، انا هتعامل مع
الانرولمنت ديت. نحط هنا الديت ستوب. وفي حاجة تانية طبعا اوبشنال، حاجة اسمها color، اللي هو والله انا عايز الون ايه، انا عايز مثلا احط لون على ايه، انا عايز احط لون على الستودنت نيم، بحيث اعرف ان في اليوم مثلا 25 اسماء الطلبة اللي سجلت في اللغة العربية، وهكذا هتبقى مثلا مختلفة في اللون، هيبقى مختلف في اللغة العربية مثلا عن الرياضيات، وهكذا. ونبدأ داخلها نبدأ ندي الفيلد بتاعنا، فيلد نيم student اي دي، هنسيب. طبعا لازم نديها تحت برضو سيب كلوز، ونعمل ابجريد، ده نرفرش. فبدأت تظهر معانا اهو. لو فتحنا ان مثلا يوم 24 ده امبارح، والله احمد سجل ومحمود. عايزين نعرف مثلا هم، احنا لو بدأت اكسس عليه هيبدأ يجيب لي، والله لان احنا حاطين هنا الستودنت نيم بس. محمود يعني عايزين الستودنت نيم. طبعا لو عايزين نحط الكورس اي دي مثلا، يعني ممكن نضيف هنا تحت وليكن مثلا الكورس اي دي ولا حاجة، ناخدها من، او نعملها على طول هنا كوبي كورس اي دي، ده كلوز، نعمل ابجريد، نبدأ نرفرش. فهنا مثلا لو دخلت والله هعرف بقى ان والله مثلا يوم 24 احمد سجل في كورس الرياضيات، محمود سجل في كورس العربي. طب عايز مثلا اضيف بقى، عايز اضيف يعني عايز بحيث اضيفهم تاني، يعني اشوف مثلا طالب تاني ولا حاجه، هنبدا مثلا نضيف محمود سجل في كورس اللغه العربيه. طبعا مفيش اي فاليديشن، يعني محمود المفروض يسجل مره واحده بس في الكورس اللي هيسجل فيه، مش شرط يعني ما يسجلش اكتر من كورس، يعني ما يسجلش في نفس الكورس مرتين يعني، ده المقصد. لو دخلنا هنا مثلا لا ده النهارده 25، ده محمود سجل في يوم 25، وهكذا بقى. لو في يعني في ايام تانية كنا هنبدا نشوف الايفنت اللي حصل في اليوم ده. فبس هم دول التو فيو اللي كنت عايز اشرحهم النهارده. طبعا في فيو تانية زي الجراف والبافت، دول ان شاء الله لما ابدا اعمل الداشبورد ده في اخر الفيديو يعني، او في اخر الكورس، ان شاء الله هنبدا نتعرف عليهم.